عنوان الخبر بيقول الإخوان يقطعون شارع الهرم بالطلبية. تفاصيل الخبر بتقول أنه سدت حالة من التكدس والاختناق المروري التام بشارع الهرم عقب قيام مسيرات جماعة الإخوان المحظورة بقطع الشارع أمام حركة السيارات بمنطقة الطلبية بعد عصر الأمس. وحمل أنصار الإخوان وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي لافتات كتب عليها عبارات مناهضة للداخلية والجيش وده على عهدة الصحيفة. تعليق حضرتك على هذا؟ أنا عايز أقول فين السلمية؟ إحنا قلنا إن في قانون تظاهر، وقلنا إن لو في مظاهرات وحق تعبير يبقى من خلال السلمية. النهاردة كل يوم حضرتك في قتيل في المنصورة، في عربيات شرطة بتتحرق، في أقسام بيتم الاعتداء عليها، في أفراد بيتم الاعتداء عليها في الشارع. أين السلمية؟ يعني إحنا عايزين شباب الإخوان، ويمكن إحنا يعني الحقيقة كل ما زهقنا من كتر الكلام يراجعوا أنفسهم، يعلوا المصلحة الوطنية الحقيقة في الفترة اللي جاية، لأن اقتصاد مصر بقى المحك، ومش عايزين الأمور تصل إن اللي يقاوم هذه المظاهرات الشعب، لأن لو حصل ده هتبقى في مشاكل كتير قوي وهتراج دماء كتير قوي. يمكن المنصورة بيتوعدوا كل المحافظة عشان السواق اللي اتقتل في الشارع. فاحنا مش عايزين الأمور تصل إلى هذا الحد. راجعوا أنفسكم، كل من أخطأ هيحاسب بالقانون وعلى دموع الشباب. كل من أخطأ، ما هي دي الكلمة المهمة، كل من أخطأ هيحاسب بالقانون. مين أخطأ وحوسب بالقانون؟ لا هو ده بعض الناس بتقول ان في مسلسل البراءات، مسمينه كده مسلسل البراءات. لا ما اعتقدش يا استاذه رشا ان هيبقى في براءات بالشكل الا اذا كان يستحقها صاحب الشأن. ولكن عايز اقول لحضرتك هي مشكلتنا حاجه واحده بس، القضاء الناجز، وانا دايما باكد على ده. ان كلما كان هناك قضاء ناجز كلما كان هناك ردع. يعني هتعمل كده هيبقى حسابك كده وهيتم ده بسرعه. لكن النهارده حضرتك من 25 يناير الى الان كل من اخطا لم يحاسب الى الان، من خلال خطوات القضاء اللي حضرتك عارفاها انها بتستمر وتمتد كثيرا. فده اللي احنا عايزينه، القضاء الناجز، عشان يبقى في ردع يضبط الشارع في المرحله القادمه. هنتحول